قررت ان انا ارسم عبد الحليم حافظ من الذاكره. تمام، مفيش قدامي ريفرنس شغال عليه ولا حاجه، ولكن انا بس هوظف اللي هو تقسيمات الجسم والوش والحاجات دي. اول حاجه برسم طبعا الوش. بحاول كده ان انا ارسمه مثلا باصص لفوق، فعشان كده عملت علامه الزائد دي، الخط اللي بالعرض لفوق والدقن اهي من تحت، علشان المفروض ان انا الشخصيه باصص لفوق وانا الكاميرا من تحت شويه. تمام. انفعاله بقى وهو مثلا بيغني قصيده معينه، فاتح بقه بيقول. تمام. وشه رفيع، في بالذات يعني عبد الحليم حافظ في مراحل معينة من حياته، يعني كل مرحلة لها شكل مختلف شوية عن التاني. لا مش مختلف شوية، مختلف كتير يعني. دي هنقول ان هي من المراحل الأخيرة في حياته، علشان بتكون اسهل لان بيبقى الوش رفيع، وبيبقى شبه تقسيمات الوش والحاجات اللي هي اللي احنا درسناها في الرسم يعني، او اللي احنا اتكلمنا فيها في الرسم. طبعا تسريحة الشعر المميزة جدا. كل ده بص انا بحاول ان يعني احس كده ان هو اقرب للشكل اللي انا عاوز ارسمه. طبعا بقى وضع الجسم بقى، رافع دراعه، وكانت ايده مميزة جدا، انها كانت ايده كبيرة، يعني كف ايده كبير. تمام، ولابس مثلا خاتم. رافع ايده التانية. تمام. طبعا انا كل ده برسم سكتشات، يعني شخبطات. الشخبطات دي ميزتها او اهميتها ان هي تخليك اجرأ شوية على الرسم، ما تبقاش خايف لا تطلع حاجة المفروض تبقى 100%، ويعني تبقى الورقة مش غالية عليك بمعنى اصح، يعني بحيث ان انت بتجرب كل حاجة. لو طلعت مش اللي هي، بترمي الورقة عادي يعني، ولا هتكلفنا اي حاجة. حتى انت شايف الورقة اللي قدامك، يعني ظهر ورقة متصور عليها حاجات بايظة يعني كده تترمى. بس انا بستغل الظهر الابيض ده في رسم السكتشات ده، زي ما انت شايف يعني. طبعا تفاصيل اكتر للوش علشان تبين الوش وهو رفيع. تمام. دلوقتي هحبر على السكتش اللي انا تقريبا يعني حاسس كده ان هو يعني الشكل واصل، او حتى لو مش الملامح واصله، فوضع الجسم او يعني اللي يشوفه يقول ده عبد الحليم حافظ. تمام. ببتدي بقى ان انا احبر، بجيب قلم اسود، اي قلم تحبير اسود زي ما اتكلمنا قبل كده، وببتدي بقى امشي على الخطوط اللي انا رسمتها بالرصاص. بعمل هنا عمق البق، وبسيب كده حته بيضه اللي هي الاسنان، يعني لان طبعا البق مبقاش يعني فاضي قوي. تسريحة الشعر، بتعمل بقى خصل الشعر كده، اللي هي تاتشات كده تبين الشعر اتجاهه منين لفين. طبعا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده كتير، في سكتشات كتير، ورسمنا الشعر وشرحناه والكلام ده كله. ان شاء الله اسيب لك كل ده في الديسكريبشن تحت، لو يعني انت مهتم ان انت تشوف تفاصيل الرسم. تمام. إيه طيب، يعني قصة رسم عبد الحليم حافظ دي بالنسبة لي لها تاريخ طويل، لأن أنا من عشاق عبد الحليم حافظ من زمان. ومن وانا صغير كانت مشكلتي ان انا ما بعرفش ارسم حد حقيقي. يعني مثلا ما اعرفش ارسم عبد الحليم حافظ، ما اعرفش ارسم فلان الفلاني. تمام. فكان انا يعني من شده اعجابي بيه، انا حابب ان انا ارسمه، حابب ان انا ارسم له صور كتير. فبدات ان انا اتمرن عليه كتير. وكان المشكله بقى ان انت ما فيش فيديوهات بقى، ما كانش فيه يوتيوب ونت وبتاع، فانت عمال بتجتهد وبتحاول ان انت تشوف الشكل اللي قدامك وتحاول ترسم زيه، فمش ماشيه معاك خالص. فكانت مأساة بالنسبة لي بصراحة ان انا ما بعرفش ارسم حد. يعني ظهرت قوي معايا المشكلة دي وانا بحاول ان انا ارسم نجمي المفضل يعني. ببتدي بقى امشي على الايد. تمام. مهم قوي ان انت تبين انفعال الشخصية او تعبيرات الوش. طبعا هو لابس بدلة. اعتقد يعني هو قريب قوي، يعني مش عارف هل هو قريب او مش قريب. انت ممكن تقول لي بنسبة كام في المية حاسس ان الدنيا قريبة؟ والله ممكن، علشان مثلا نزود بقى في الدنيا دي اكتر، نبتدي مثلا نظلل ب قلم اسود. ده قلم خشب اسود، مش رصاص، مش قلم رصاص. يعني لون خشب بس لونه اسود، بحيث ان انا عاوز ادي احساس الابيض واسود، يعني احساس ان الصورة ابيض واسود يعني. انا كل ده عاوز اروح في اتجاه ان ده عبد الحليم حافظ. تمام. يعني ان انا اعوض ان انا مش عارف اطلع الشكل بنسبة 100%. فبطلع كل حاجة، كل تفصيلة، زي مثلا صوره اغلبها ابيض واسود.
وضعه وهو واقف بيغني او تسريحة الشعر. تمام، كل ده انا يعني ايه بتقل ايدي وبخفف ايدي، يعني الاماكن الغامقه يعني بتقل فيها ايدي، الاماكن الفاتحه بخف فيها ايدي على قد ما اقدر. مثلا بطن الايد بيبقى عشان هو بعيد عن الاضاءه بيبقى غامق. تمام، فكده مثلا في حاجه كمان ممكن نضيفها بحيث انها تودينا اكتر للشخصيه، ان انا ممكن اجيب القلم الاسود ده واروح عامل المايك اللي قدامه. اعتقد ان هي هتفرق كتير، يعني هتفرق كتير جدا وهتودينا للشخصيه بشكل كتير. يعني انا دلوقتي بتخيل ان انا عندي فكره محتاج ان انا ارسم فيها شخصيه عبد الحليم حافظ، وعاوز الناس تقول ان ده عبد الحليم حافظ. القلم الابيض ده كنت جايبه، مش عارف بيقولوا قلم لمعة العين او حاجه. يعني هو انا بكتب فيه بيه كده او برسم بيه، ما بيدينيش لون ابيض، لا بيديني نقط. يعني بقعد اكرر عليه كتير، مش عارف برضه هو محسسنا ان ده مايك بالدورانات بتاعته بالتجسيمه بتاعته ولا لا. بس يعني دي كانت تحدي كده مع نفسي، بدل ما انا قاعد فاضي وماليش نفس بصراحة ان انا ارسم، فقلت ان انا العب اللعبة دي معاكم. فانت في النهاية بقى قول لي بنسبة كام في المية حاسس ان الموضوع قريب، حتى لو 0% قول مش هزعل يعني.